السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله كتكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. جبت لكم الوصفة تاع اليوم، وصفة تليتلي بالخضرة والدجاج، يعني واحد اللاصوص تاعو، واحد المرقة، واش نقول لكم، هايلة هايلة هايلة. روحوا شوفوا كيفاش خدمنا هذا التليتلي. أول حاجة أنا نجيبو إون كوكوط، نديرو فيها أطراف تاع الدجاج، يعني على حسب الأفراد تاع العائلة تاعكم. نجيب انايا تقريبا حبة تاع بصل، ماشي صغيرة بزاف وماشي كبيرة بزاف، هنايا نرابوها باش تجينا هذيك لاصوص تاعنا هكذا وتجي بنينة، يعني ما شاء الله. انا نزيد معاها هنايا نزيد معاها سنينة تاع الثوم، ديرو 2 ولا 3 ولا على حساب الكمية. وزيد هنايا تقريبا واحد 2 حبات صغار تاع طوماطيس، يعني نغسلوها ونقسمو الحبة على 2 وتانيك نرابوها هاكا، ما نديروش هذيك الجلفة تاعها. ومن بعد نديها هنايا فوق النار من الأحسن، ونبداو نقلو في داك الدجاج مع هذاك البصل والثوم والطماطم. انايا بالنسبة للتوابل نديرو شوية تاع الملح، نزيد هنايا شوية تاع راس الحانوت، نزيد شوية تاع سكنجبير، ما تكثروش انه راس الحانوت فيه كاع التوابل. نزيد شوية تاع الحرور اللي هو الفلفل الاسود، نزيدو باش تعطينا هذيك لاصوص تاعنا باش تجي حمرا، نديرو فلفل احمر حلو، اللي يبغي الحار يدير شوية تاع الحار. نزيد مغرفة كبيرة حتى 2 مغارف كبار تاع الطوماطيس تاع القوطي، يعني طماطم مصبرة، ونبداو نقلو مليح هذاك الدجاج تاعنا مع هذا التوابل ومع البصل، نفتو عليهم ونخليهم يتقلاو مليح. دائما نقولكم كي تكونوا دايرين لي زيبيس ما تطلقوش على النار باش الماكله تاعكم ما تجيكمش مره، فهمتوني؟ خاطر دوك لي زيبيس كي ينحرقوا يعطوكم ان يغقو، تسمى القو هذاك التحتاني زعما كي نستبنوها تجي مره. انا بالنسبه للخضره نتوما ديروا واش بغيتو، انا درنا اطراف تاع يعني حبه قسمناها على 2 تاع اللفت، درنا الزروديه، تقدروا ديروا البطاطا كورجيت، المهم الحاجه اللي عندكم ديروها. هنا من الاحسن انكم تخلوا يعني اللفت والبطاطا والزروديه خلوهم هكاك حب حب هكا باش بعد كي يطيبوا لكم ومن بعد نستفوهم ما يتحرحوا لكمش مع المركه، فهمتوني؟ باش في طريقه التقديم تجي باينه. ونزيدو هنايا ربطه تاع قزبر، ونزيدو هنايا الماء، ونخلطو كلشي، ومن بعد نبلعو لا كوكوط تاعنا ونخلوها طيب حتى يطيب هذاك الدجاج ويطيب ديك الخضره. راكم عارفين بلي الدجاج ما فيهش بزاف. ونزيدو هنايا شويه تاع الحمص، الا كان طايب خلوه في الاخر، واذا كان نص طياب ديروه مع الاول عادي، ونخلو الكيكوطه تاعنا تصفر ونخليها طيب. نجيب انايا تليتلي ندير معاه شويه تاع الزيت، ونديرو القدره والكسكاس، ونخلوه ايفور، ندخلو مليح هذاك الزيت في التليتلي تاعنا ونخلوه يفور. انايا بعد ما فار التصفويره الاولى، انايا غير في الكسكاس خدموا بيه بلا ما تقلعوه وديروه في القصعه ولا لا. نديرو هنايا شويه تاع الملح لانه نعرفو التليتلي صامت، هو يعتبر كيما لي بات. ونديرو هنايا شويه تاع الماء كيما هكا، ونبداو هكا نشمخوه ونديروه بالمغرف. ما تقولوش ديروا يديكم لانه راك عارفين بلي سخون، وراه دائما رانا مخلينه فوق الكسكس، ما قلعناه ما والو.
هاكا ويجي على حبة ويجي طري، متأمنوش يسانك. هذه بالمناسبة أختي الله ربي يحفظها، ربي يطول في عمرها ويخلي لها صحتها ويخلي لها وليداتها ومولا بيتها، هي اللي راهي خدمتنا تليتلي. انايا من بعد ما فار تفويرة الزوجة نديرو فانيك الماء، نديرو الماء ونبداو تانيك نرشو فيه كيما هكا كل مرة حتى يطيب لنا هذاك تليتلي، غير يشرب الماء وتانيك كيفور مليح يطيب. نعاودو تانيك نخلوه يفور، من بعد زدنا له تانيك الماء من بعد ما فار تفويرة ثالثة، نخلطو بالمغرف وتانيك نخلوه يفور، ومن بعد ما فار نديرو له مغرف تاع زبدة ولا سمن كيما بغيتو. صاينا يقلعناه من النار، راه طايب جا بزاف بنين. ومن بعد انايا الخضرة، شوفوا انا بعد الخضرة بعد ما طابت نقلعو هذاك الدجاج نحمروه، وانا من احسن الدجاج ما تخلوش حتى يسنسر حتى يذوب كاع، كي يطيب اقلعوه. شوفوا الخضرات دائما نوصيكم خلوها هكاك حب حب. شوفوا انا البطاطا ديك الزرودية وكاع، انا بعد نصفوهم نقلعو الخضرة على جهة، نقلعو هذيك الربطة تاع القزبر لانه الخضرة نخلوها تبرد باش نقطعوها. ومن بعد هذه المرقة زدنا عليها هنايا الجواحر، ومن بعد نجيبو هذاك التليتلي تاعنا يشرب في ديك المرقة. صاي انا كنا دهناه راه طايب، سما غير باش يدينا هذيك النكهة تاع المرقة تاعنا. وانا قلت لكم الكمية تاع التليتلي على حساب ما تبغوها نتوما. انا بعد ما نخلوه يغلي مليح ويشرب شوية، شوفوا هنا بعد ما شرب، شوف هنا تقدروا تخلوا شوية من صوص على جهة اللي ما يبغيش هكا ناشف، ومن بعد نحطو يعني نزينوه بالبطاطا هذيك زرودية اللفت وكاع، ونحمرو ذاك الدجاج. شوفوا كي يجي مفركت، ما يجيش معجن، يجي بزاف بنين كيما هاي بينا لاصوص خليناها على جهة، نقدروا هكا نسقو بها وناكلو. ان شاء الله تكون هذه الوصفة نالت تعجبكم، وتعطوني آراءكم في التعليق، وبقى لي غير نقول لكم بقاو على خير، الى الملتقى ان شاء الله. سلام.